الفنان المصري عمرو مصطفى ضيفي والغش ممنوع. لسه مصمم إن أحداث العنف والقتل اللي تعرض ليها المتظاهرين كانت مجرد فوتوشوب؟ طبعا مصمم طبعا. سين. وترد بإيه على اللي بيقولوا إن الفوتوشوب ده برنامج بيستخدم لتزييف صور الفوتوغرافيا مش للفيديوهات؟ ما هو الفوتوشوب دوت انا كان قصدي بيه ان انت ممكن تعمل خدعه في اي برنامج سواء ده او دوت يعني. لا ده بيشتغل على صور بس. اشتغلت قبل كده على فوتوشوب؟ ما اشتغلتش على الفوتوشوب. اولا كلمه الفوتوشوب دي خرجت مني في برنامج في رمضان اللي قبل اللي فات كنايه عن ان في خدعه حصلت في الصور دي وطلع بعد كده ناس اتكلموا عن الموضوع دوت وحصلت في سوريا وحصلت في كل البلاد اللي احنا بنشوف فيها صور. كل البلاد دي حصل طبعا فيها حصل خدع؟ طبعا فيها خدعه طبعا. خدع. يعني يا جماعه موجود الكلام ده موجود على اليوتيوب وموجود وبرامج كتيره اتكلمت فيه ويعني وحصل والمصابين يا استاذ عمرو اصابتهم ايه؟ يا فندم انا ايه اللي يضمن لي ان المصابين اللي اتصابوا دول حقيقه؟ طب نخرج بقى من المونتاج للحقيقه. ايه اللي يجزم ان دي حقيقه؟ نخرج بقى من المونتاج للحقيقه. تمام. انت نزلت العباسيه ونزلت عند المنصه ونزلت في ما حصلش فيها ما شفناش قتل فيها بصراحه. طيب نزلت التحرير؟ لا ما نزلتش التحرير. طب ما نزلتش ليه تتاكد اللي بيحصل ده حقيقي ولا فوتوشوب؟ لان ليا ناس في التحرير كنت بكلمهم. طب والعيادات الميدانيه؟ ماليش علاقه. ما ممكن اكون في عياده ميدانيه يكون عندي ناس مندسه جوه العياده دي تدي حقن هواء لاي حد. طبعا انا ايه اللي يضمن لي ان الناس اللي موجودين دي مصريين؟ يعني انت حضرتك ليه بتجزمي ان هم مصريين؟ ليه ما تقوليش ان دول ممكن يكونوا من دول تانية؟ ليه بتجزمي ان هم مصريين؟ الناس دي بتعمل ايه في التحرير؟ مش في خيمه دلوقتي بتعبر عن رايها. طيب حضرتك يبقى انا ما اجزمش ان دول مصريين، تجزمي ان كان في عناصر عربيه موجوده مع المصريين، فبالتالي ما اقدرش اجزم ان الشيخ عماد عفت ما كانش مصري؟ ومينا دانيال ما كانش مصري؟ عندك تاكيد مين اللي قتله؟ كان مصري ولا ما كانش مصري؟ حضرتك ردي عليا. كان مصري ولا ما كانش مصري؟ عندك تاكيد تقدري تجزمي ان اللي قتله؟ انت عندك تاكيد ان اللي قتله غير مصري؟ بما ان انا ما عنديش تاكيد وانت ما عندكيش تاكيد يبقى فوتوشوب. يبقى فوتوشوب. طلع الفوتوشوب اللي في جيبك. لا هسيب الحلقه وامشي. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان انت مش عايزه تبقي عندك اعلام بناء. لا انت مش عايز ترد على اسئلتي. انت عايز ترد على اللي انت عايزه تعملي حلقه وما تردش على اللي انت مش عايزه. انت عايزه تعملي حلقه عشان العرب يقعدوا يتفرجوا عليها ويبقوا مبسوطين من حركه الاراجوز اللي انت عماله تعمليها دي، وانا مش هينفع ارد عليكي لان انت مش عايزه تعملي انت مش عايزه تعملي اعلام بناء للبلد للوطن العربي. انت جايه تعملي عشان تثبتي ان انت مذيعه شاطره. لا بس على فكره اسلوبك مستفز مش هثبت ده معاك. مش هثبت ده معاك لان انت مش عايزه تعملي حلقه بناء. وعلى فكره انا بسجل كل حاجه في الحلقه. انا بليده جدا. لو خرجت من الحلقه دي ما اتذاعتش هزعها لك. مين قالك انها مش هتتذاع؟ بالظبط. مين قالك انها مش هتتذاع؟ بالظبط. ومخرجنا كمان اكيد مش هيشيل حاجه انا يا فندم شايلها حاططها لك خلاص. فخليكي عندك اعلام بناء واعملي حاجه تفيد المجتمع وبلاش شغل الارجوزات اللي انت جايباهم ورا دول واعملي حلقه بناء. معلش شباب عيب. فخليهم يسكتوا. عيب يا جماعه شباب. ساعترف بالدكتور محمد مرسي رئيسا اذا اصدر قرار بايه؟ ده انت مش عايز تعترف خالص. بحل جماعه الاخوان المسلمين. الثوره فشلت بسبب صعبه قوي؟ لا ما هي بس على فكره انا عايز اقول حاجه بس مفيش حاجه فشلت يعني لان النظام راس النظام الفصيل اللي كان في النظام السابق محظور هو على راس النظام دلوقتي، فازاي حصل كده؟ فالثوره ما فشلتش. ثوره الاخوان نجحت لان راس النظام دلوقتي من هذا الفصيل اللي كان محظور في الفصيل اللي فات بس. يعني انت بتسميها ثوره اخوان؟ بالظبط. لو كنت مكان مبارك لقمت بايه؟ باللي هو عمله، بالتنحي. باقي ان احنا نعرف راي الشباب في اخر مرحله. في المية غير مقتنع و0% مقتنع. بالظبط. مشاهدينا اكيد انتوا ليكوا راي تاني وتالت ورابع. اللجنه مستمره، ابوابها مفتوحه، علامات استفهام عديده تطرح كل يوم. انتظرونا والغش ممنوع.